السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الفراخ المقرمشه الخطيره الذهبي دي؟ عايزه اقول لكم بقى ان دي معموله في الفرن وبمعلقتين زيت بس. طريقه مفيش اسهل منها وطعم خطير جدا، احلى كمان من اللي بنجيبها مقليه في زيت كتير جدا دي. هنعمل لها طريقتين تقديم. اعملوا اشتراك في القناه الاول وتعالوا نشوف بتتعمل ازاي. هجيب 3 صدور كامله، طبعا الكميه حسب راحتكم. هقطع الصدور بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هقطعها بالعرض. قطع كده طولية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، يعني تبقى مش رفيعة قوي مش عريضة قوي، متوسطة الحجم كده. هقطع بقى كل الكمية اللي عندي، وبعد كده هجيب بولة هحط فيها بيضتين، وهحط عليها حوالي 4 معالق لبن. هخفقهم كويس جدا، وبعد كده هبدأ احط التوابل بتاعتي. هحط نص معلقة ملح، ربع معلقة جنزبيل، ونص معلقة كاري، ومعلقة زعتر، وربع فلفل اسود، ومعلقة بابريكا، وهحط كمان معلقتين دقيق. هقلبهم كويس جدا جدا جدا، وبعدين هبدأ احط فيهم الفراخ بتاعتي، وهسيبهم يتنقعوا حوالي ربع ساعة قبل ما اجهز البريدنج بتاعي. هجيب كيسين، انا جبت الكونز دي، وانا كنت الاول بعملها بالدوريتوس، بس دلوقتي ممكن تقدروا تجيبوا اي بديل. وهفرفته جوه الكيس، وبعد كده هحطه في بوله، وهبدا اكسر الحتت الكبيره. انا عايزاه يكون نص ناعم، مش عايزاه مفروم ناعم خالص، انا عايزاه يكون برضو ايه، في قرشه كده. هنزل بقى فيه الفراخ، وهبدا ان انا اقلبها بالطريقه دي علشان كلها كده تاخد الكفر الجميل الحلو ده. حلو. وهحطه في صينية، هحط عليها ورق زبدة، هفرد كل الكمية بتاعتي، وهجيب زيت زيتون. هحط يدوب يدوب رشة زيت زيتون على كل واحدة فيهم، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 220. هتقعد حوالي ربع ساعة عبال ما تستوي. هنعمل صوص لبن حلو كده. هحط مكعب زبدة كبير، وعليه ربع كوباية لبن، وهحط عليه الجبنة الشرايح اللي هي بتاعة البرجر، وهزود شوية جبنة تركي كمان، أو ممكن تزودوا شوية جبنة شيدر. أي حاجة انتوا حابينها هتنفع في الوصفة دي. هقلبها على نار هادية خالص عشان ما تتلسعش، لحد لما يبقى القوام متماسك كده شبه قوام البشاميل. في الحالة دي هبدأ بقى ايه، ارفعها من على النار، وهحطها في طبق، وهسيبها شوية. اما بتوصل للقوام ده، القوام ده بتكون جاهزة، تشيلوها من على النار، ما تستناش تدخن، لانها لما بتبرد بتدخن زيادة. ودي اول طريقة تقديم. طعمها خطير جدا جدا، وهي متغرقة كده في صوص الجبنة، حاجة وهمية. يلا طريقة التقديم التانية. هنعمل صوص مايونيز بالكاتشب. حوالي معلقتين كاتشب، معلقتين مايونيز، وهحط عليهم شوية هوت صوص صغنطاطين كده، وهحط عليهم رشة زعتر. هقلبهم كويس جدا. ده هيبقى الصوص اللي هستخدمه وانا بعمل العيش التورتيلا بتاعي. هقلبهم كويس جدا. كده جاهز معايا. هجيب بقى العيش، هفرد الصوص كده على العيش، دي اول خطوة. وبعد كده هحط بقى عليه قطعتين من الفراخ، او قطعة وشوية حسب ما الساندوتش ياخد. هزود عليه بقى اي بقى حاجة انتوا حابينها، ممكن تحطوا خس، انا هحط بصل، وهحط فلفل اكتر. انتوا يعني براحتكم، ده ساندوتش زي ما انتوا عايزين، زودوا المكونات اللي انتوا بتحبوها اكتر. هزود شوية جبنة موتزاريلا كده فوق الوش، وهقفل الساندوتش كويس. وبعدين هاخده اسخنه على النار عشان العيش كده يستوي، ياخد وش تحميرة حلو. وكده يكون الطريقة التانية جهزت وخلصت، وبجد والله ما فيش اسهل من كده، وطعمها يهبل. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وبالهنا والشفا. باي باي.